اهلا بيكم في نقطة تحول. جاهزين النهاردة لنقطة جديدة، ازاي نسكت صوت الناقد الداخلي. بس قبل ما نبدأ بفكركم تعملوا فولو وشير على الانستجرام والفيسبوك والتيك توك، وكمان الفيديوهات لما تعجبكم يا ريت تعملوها شير وتشاركونا في الكومنتس ارائكم في الكلام اللي احنا بنقوله ده. النقطة بتاعت النهاردة هي التعاطف مع الذات. الوقت اللي هتقبل فيه نفسك وتقبل انه مفيش حد فينا كامل، وتتخطى نقطة انك بتحكم على نفسك كل يوم، هتقدر تروض صوتك الداخلي. بيقول كده الدالي لاما: اذا كنت تريد الناس سعداء فاحرص على التعاطف معهم، واذا كنت تريد نفسك سعيدا فتدرب على كيفية التعاطف مع ذاتك. بمعنى انه انت لازم تكون الطف كائن في الكون مع نفسك وقت الفشل ووقت المشاكل العاطفية والصدمات والاحباطات اللي انت بتبقى فيها. الوقت اللي انت هتتقبل نواقصك وهتتقبل انه مفيش حد كامل حواليك، وتبتدي تروض صوتك الداخلي وتبتدي تتعامل مع نفسك كأنك اقرب صديق ليك. بتطبطب ازاي على اقرب صديق ليك لما بيجي لك وهو متضايق؟ هل بتقعد تنقد فيه وتجلد في ذاته؟ عامل نفسك بنفس الطريقة، عامل نفسك على انك اقرب مخلوق في الكون لنفسك. ارضى عن النواقص اللي عندك. انا ما بقولش انكم ما تبقوش طموحين، لا ابقوا طموحين، ولكن الرضا هنا معناه انه احنا نتقبل السكيلز بتاعتنا مع وضع خطة ان احنا نحسنها، وبس كده. خليكم لطفاء مع نفسكم، حبوا نفسكم يا جماعة، كلموا نفسكم كلام حلو. لما تفشلوا خليكم بالراحة على نفسكم، حتى لو العالم كله بيقسى عليكم وبيغلطكم وبيجلدكم، انتوا كونوا لطفاء مع نفسكم. زي ما بتهونوها على غيركم هونوها على نفسكم. باي باي، اشوفكم بكرة. من فضلكم ما تنسوش تعملوا فولو وشير.